السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف أو هنتكلم مع بعض عن مرض الاي بي. مرض الاي بي يا شباب من أخطر الأمراض اللي بتصيب مزارع الدواجن، ده لأنه بيسبب نافق عالي ممكن يوصل ل 40%، وكمان بيفقد الفراخ وزنها، وتبص تلاقي معامل التحويل انضرب، فبيجي اخر الدوره تبص تلاقي النافق عالي، واذا كان في فراخ فاضله في العنبر بيكون وزنها ضعيف فبتضرب لك مكسب 6 شهور ورا. اذا المرض ده خطير جدا، لازم بناء على الكلام ده ان احنا نعمل برنامج وقايه او برنامج تحصين قوي جدا، لان الضربه منه يعني قاتله. طيب يبقى احنا النهارده هنعرف ايه في حلقتنا؟ هنعرف ان شاء الله ازاي نعمل برنامج تحصين كويس لمرض الاي بي، غير كمان العلاج المناسب اللي نقدر ان احنا نتكلم فيه، والتريكات والنقط الفنيه والحركات بتاعه التحصين او الابليكيشن، لان بصراحه هو اخطر مرض بيفلت من التطبيق او من الابليكيشن. فيروس بتاع الاي بي فيروس حساس، فالتحصين حساس، ممكن ان هو ما يجيبش النتيجه الكويسه لاسباب هنعرفها داخل الحلقه. علشان كده عايزك تركز، لان كل دقيقه في الحلقه مهمه جدا. مش عايز اقول لك اهم 5 دقايق هم في الاول ولا في الاخر، انت لازم تكمل معايا للاخر، لان كل الحلقه ان شاء الله هتكون مفيده لحضرتك في تربيه الدواجن. وكالعاده قبل ما نبدا ما تنساش تنزل حالا في التعليقات تصلي على حبيبك المصطفى، ولو عندك اي سؤال انزل حالا في التعليقات، وما تنساش ان اشتراكك يشرفنا في القناه. ويلا بينا حالا نبدا على بركه الله. في البدايه يا شباب لازم تعرف كويس قوي ان مرض الاي بي مرض متحور. عارفين الكورونا اللي في الانسان هو بالظبط الاي بي اللي في الفراخ. اذا الفيروس ده او الاي بي متحور بيخلينا مش عارفين نمسكه كويس. علشان تمسكه كويس وتحصن ضده كويس، محتاج من حضرتك تركيز كويس قوي في طريقه التحصين، واختيار نوع التحصين، والميعاد المناسب للتحصين، والجرعه بتاعه التحصين، وحركات كتيره جدا هنعرفها داخل الحلقه. كمان لازم تاخد بالك من حاجه، ان علاج الاي بي مش زي علاج النيوكاسل. المضاد الحيوي اللي هيتحط في حاله الاي بي ما ينفعش يكون هو نفس المضاد الحيوي اللي بيتحط في الفيروسات التانية. علشان كده الحلقه دي مهمه جدا جدا، واتمنى انها تنال اعجابكم، وخلونا نبدا علشان وقت حضراتكم. في البدايه انا عايز اعمل برنامج تحصين ضد الاي بي اللي هو فيروس متحور وبيغير شكله. الحل ايه؟ حضراتكم طبعا في ناس بتكلمني من العراق، او في ناس بتشاهدنا من اليمن، وناس من ليبيا وبالتالي او السعوديه، اذا يعني احنا عندنا كده مناطق كتيره من الدول العربيه. فالبرنامج اللي هقول لك عليه انا هنصحك بيه، لكنه ليس فرض على حضرتك. لازم انت برضو ترجع تشوف الطبيب المشرف على مزرعتك، هو الاختيار الاول والاخير له، لكن انا بديك بس خطوط عريضه ازاي تعمل برنامج تحصين. بالنسبه للاي بي احنا لازم نعمل عترتين عمر يوم. يعني انت في الفقاسه بتكلم الفقاسه تقول له حصلني الكتاكيت في الفقاسه عندك، او عندك في المزرعه لو ما عندوش امكانيه انه يحصن، انك تحصن الكتاكيت عمر يوم في الفقاسه. طيب التحصينه المناسبه ايه؟ هناخد عتره كلاسيك وعتره مغايره. يعني عتره تكون زي مثلا اتش 120 او ام اي 5، وعتره تكون فيريانت زي مثلا 491 او مثلا اي بي 88. طيب التركيبه ازاي؟ هندخلهم على بعض ازاي؟ هديك مثالين او برنامجين اعتبرهم مثلا يعني الاهلي والزمالك، اختار انت اللي يناسبك. فمثلا ممكن ان احنا نبدا باي بي برايمر مع كولون سيرتي عمر يوم، وتيجي عمر 11 يوم تعيد تحصين رش عمر 11 يوم رش ام اي 5 كولون 30. البرنامج الثاني انك ممكن تحط ام اي 5 كولون 30 بلس اي بي 491، الاثنين دول مع بعض في الفقاسه، وتيجي برضه عمر 11 يوم ترش ام اي 5 كولون 30. طيب انا كده حطيت برنامجين اهو، تمام. بالمناسبه بما اني قلت كلمه رش، الاي بي ما ينفعش الا رش، الافضل انه يكون رش. لما هاجي احصن، طبعا احنا في الفقاسه بنحصن رش في الفقاسه او في عمر يوم، لكن عمر 11 يوم الافضل انك ترش، الافضل انك ترش. ليه؟ لان الفيروس ده لما بتدخله انت من خلال الرش بيدخل على المستقبلات اللي في القصبة الهوائية والجهاز التنفسي، فبيسد وبيعمل بلوك للفيروس انه ما يدخلش اصلا من الباب نفسه. طيب
في تركه كده عايزك تاخد بالك منها. هو المفروض اي تحصينتين حيين، يعني مثلا هترش عمر يوم تحصين حي، المفروض ما ترشش تاني الا بعد 14 يوم، خصوصا في الامهات والبياض. لكن في التسمين المفروض ان انت ترش عمر 11، لان البرنامج بيكون مكثف، ما تقدرش انك تصبر لحد 14، ممكن تنضرب والفيروس يدخل عندك في المزرعه. طيب نتفادى النقطه دي ازاي؟ ممكن نختار تحصين عمر يوم اي بي 88 مع ام اي 5 كولون 30 علشان نقدر نحصن عمر 11 يوم من غير ما يكون الخلايا او الريسبتورز مشغوله لسه بالتحصينه الاولانيه، وبكده نكون حصلنا كويس جدا. لكن هل الكلام النظري اللي انا قلته ده كافي ان انت تنجح انك تصد الاي بي؟ بصراحه لا، لازم تخش في التفاصيل، الشيطان يكمن في التفاصيل. فاذا ايه هي التفاصيل؟ درجه حراره الميه، درجه حراره التحصين، نقل التحصين، كل التفاصيل المتعلقه بالابليكيشن، الجهاز اللي هترش بيه، النوزل اللي هترش بيها، القطره الحجم القطره اللي هتترش، حاجات كتيره جدا وتفاصيل احنا لازم ناخد بالنا منها. ندخل على النقطه الثانيه